مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في الجمال ده؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الدونات زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله اللهم بارك، شكله جميل وطعمه بجد تحفة جدا. النهاردة ان شاء الله هنعملوه بدون زيت وبدون زبدة. النهاردة هنعملوه بطريقة بسيطة جدا ومكونات بسيطة، وهنعمله خطوة مهمة جدا هتخلي الدونات معانا هش وطري وحاجة كده بجد وثنية، حاجة تحفة جدا. هنعملوه النهاردة بطريقة حلوة جدا جدا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك شكله عامل ازاي؟ مقدرنا بسيطة وسهلة والنتيجة تحفة زي ما انتوا شايفين. وقبل ما ابدا الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، ما تحرمش منكم يا رب. ويلا في البدايه نقول بسم الله ونشوف هنعمل الجمال ده ازاي. مقاديرنا بسيطه ومكوناتنا بسيطه وان شاء الله تكون موجوده في كل بيت. يلا نقول بسم الله ونشوف العجينه السحريه اللي هتخلي الدونات معانا تحفه جدا. انا هنا معايا طاسه حطيت فيها 6 معالق من الدقيق، وهنزل بكوبايه من الميه، لو في ميزان 200 مللي من الميه زي ما انتوا شايفين. هننزل دلوقتي بالميه وعلى البارد هقلب كويس جدا، وبعد كده هرفعها على النار مع التقليب المستمر زي ما انتوا هتشوفوا معايا. وعايزه اقول لكم المعجون السحري ده هيخلي بجد العجينه بتاعتنا هشه وجميله جدا جدا زي ما انتوا شايفين. هفضل اقلب لحد ما تتكون معايا عجينه بالمنظر ده. وكده قربت طبعا العجينه تستوى معايا زي ما انتوا كده. خلاص العجينه خلصت معانا، وهنحطها كده في طبق وهنسيبها على جنب بقى كده تبرد. ويلا بينا نقول مقاديرنا البسيطه السهله. انا هنا معايا 6 كوبايات من الدقيق، طبعا الدقيق لازم يكون منخول. معايا 2 من البيض، معايا هنا كيسين من الخميره، معايا معلقه كبيره بيكنج باودر، معايا 6 معالق او 7 معالق من السكر يكونوا كبار، ربع كوبايه من السمنه تكون خارجه من التلاجة، وطبعا معانا كيس الفانيليا. وهنا معايا الحليب 200 ملي وعليه معلقتين، يعني فنجان كبير وعليه معلقتين من الحليب يكون دافي. هنا نزلت بالسكر والخميره، هديهم كده تقليبه كده بالعجان شويه، وبعد كده هريح بقى الخميره كده لمده 5 دقايق. هنزل بعد كده ببيضتين كده على الخميره، وطبعا ادم في بيض يبقى لازم نحط فانيليا. هنزل بكيس من الفانيليا، حابه ان انت تحطي كيسين حطي. هنا بقى هضربهم شويه كده مع بعض، وبعد كده هنجيب بقى المعجون السحري او العجينه السحريه، وهننزل بيها كده على المكونات السايله زي ما انتوا شايفين. وهشغل العجان شويه. هنا معايا 6 كوبايات من الدقيق وعليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، وهحط رشه الملح، وطبعا هقلب بقى المواد الجافه. هنزل حبه بحبه كده في قلب العجان. طبعا اللي حابب يعجن على ايده مفيش اي مشكله، برضو العجينه هتطلع معايا حلوه جدا. وزي ما انتوا شايفين انا لحد دلوقتي ما حطيتش طبعا ايدام خالص. انا هنا طبعا العجينه بتلزق معايا زي ما انتوا شايفين، انا عايزاها تكون بتلزق بالمنظر ده. انا هغطيها وهسيبها ربع ساعه، وبعد ربع ساعه هطلع السمنه من التلاجة، وهنزل بقى كده بالسمنه كده على العجينه زي ما هتشوفوا معايا. عايزة تعملي الخطوة دي على الرخامة اعمليها. انا بصراحة عشان العجان موجود انا حبيت ان انا اعملها، لاني انا لما بعجن كتير طبعا ايدي بتوجعني وكده، فقلت لا هو العجان بصراحة يعني ما شاء الله اللهم بارك، العجان بيريح جدا بصراحة. هنا بقى بعد ما خلاص كده اتعجنت معايا كويس جدا، هغطيها وهسيبها نص ساعة في مكان دافي. وبعد ما حطيتها في مكان دافي واختمرت معايا، انا بقى هاخد كده جزء كده من العجينة. انا عايزة اقول لكم ملمس العجينة جميلة جدا جدا. على فكرة حتة التلزيقة لما بتسيبيها في العجينة او اي معجنات، عايزه اقولك ان هي بتديكي طريان لاي معجنات انتي بتعمليها، بتبقى هشه وطريه. بعد ما فردت بقى العجينه بالمنظر دوت، انا هنا عندي بقى طبعا القطاعه ديت كده اللي انا بعمل بيها الدونات، بتبقى حلوه جدا، بتطلع زي ما انتم شايفين شكله حلو جدا جدا. انا هنا بقى طبعا بعد ما قطعت كده بيها، طبعا الحتت الصغيره اللي بتطلع ديت او الكور الصغيره اللي بتطلع دي انا هاخدها هحطها طبعا في قلب الفرن،
وهسويها وهتطلع معانا جميله جدا جدا. شايفين بقى شكله هنا جميل ازاي. انا طبعا معايا الصاج حاطه له طبعا ماده دهنيه علشان طبعا ما يلزقش معانا، لان احنا هنسويه النهارده في الفرن، مش هعمله بصراحه في زيت ولا اي حاجه. انا عايزه اقول لكم والله العظيم اللي بيتعمل في الفرن بيكون خفيف جدا جدا. ده بيكون شكله. هحطه في مكان دافي لمده ربع ساعه يخمر معايا، وبعد كده ندخله الفرن ونشوفه اول ما يخرج باذن الله. هدخله الفرن وهعامله معامله الكيكه، يعني على درجه حراره 180. مجرد ما بياخد لون معايا من تحت بولع له الشوايه ثواني، وده بيكون شكله. هسيبه بقى يبرد شويه وبعد كده نزينوه مع بعض. وشايفين اللهم بارك شكله عامل ازاي، جميل جدا، خفيف وجميل جدا. انا هنا بقى هسيبه يبرد، وطبعا هحط بقى الشوكولاته كده في الميكروويف، مفيش يعني اقل من 30 ثانيه هتكون سايحه معاكي وهتكون جميله جدا جدا. وهنا حبيت ان انا اعمل بالقرفه، يعني معلقتين سكر على معلقه قرفه وقلبتهم على بعض، وحبيت ان انا اعمل منه بالقرفه. بجد طلعت تحفه جدا. حطيها بقى كده زبده او سمنه يكون نوعها نضيف، وبعد كده حطيها كده في قلب القرفه. شايفين شكله ولا طعمه؟ بجد تحفه جدا، بجد الطعم بجد رهيب، عجبني جدا جدا اللي بالقرفه. هنا كانت الشوكولاته ساحت معايا زي ما انتم شايفين. شايفين ما شاء الله قد ايه طري، جميل جدا بصراحه. انا جربت المقلي في الزيت وجربت اللي معمول في الفرن، بامانه اللي في الفرن احلى واحلى، طعمه خفيف كده وحاجه روعه جدا. وهنا بقى بعد ما حطيته كده في قلب الشوكولاته نزلت عليه كده بحبه مكسرات، حبه سوداني، اللي عندك حطيه، هيبقى طعمه جميل جدا جدا. وهنا طبعا هنعمل كده برضو اللي بالشوكولاته البيضاء. شايفين بيكون شكله حلو قوي، بيكون بجد طعمه جميل جدا والله، وكل حاجته في البيت. انا يعتبر عشان اكون صادقه معاكم انا ما اشتريتش بس الا مكون شوكولاته بس، لكن والله الحمد لله يعني كان الدقيق موجود والبيض موجود في البيت، فطبعا يعتبر ما تكلفش علينا حاجه، ويعتبر ما كلفناش كتير. يعني هو مكون شوكولاته بس اللي احنا جبناهم وعملنا بيهم العظمه دي. انا عايزه اقول لكم ان احنا طبعا يعني ما عملناش بزبده، الزبده طبعا دلوقتي غاليه، يعتبر احنا عملنا بالسمنه. حبه سمنه عندك وحبه دقيق هتعملي عظمه في بيتك، هتعملي حاجه جميله لاولادك. والله عايزه اقول لكم طلعت تحفه جدا. وكمان سبحان الله اليوم اللي انا كنت بعمله كان في ضيوف جايين لي، والله خدوا منه وهم ماشيين من كتر حلاوته وجماله، بجد عجبهم جدا جدا. مفيش حد كل منه الا لما عجبه جدا، والله بجد بامانه طلع تحفه. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت بودي وطبعا بحب اجيب له حاجات كده علشان طبعا لو جعان او حاجه يبقى الحاجه معاه وطبعا ياكل منها، فطبعا كل حاجه مقاطعه. فابني استحرم ان هو يجيب حاجه، وكمان انا استحرمت ان انا ادفع فلوس في حاجه يعني انا عارفه ان هي مقاطعه وكده. فطبعا ابني قال لي خلاص يا ماما نجيبوا حاجه من الفرن، فروحت علشان اجيبها. والله العظيم لقيتها ب10 جنيه، يعني كمان اصغر من اللي انا عاملاها. يعني شايفين الحجم الكبير ده اللي انا عاملاه؟ انا عايزه اقول لكم ان هي اصغر من دي ب10 جنيه. يعني بجد احنا يعتبر ما كلفناهوش حاجه، بجد في البيت عملتي حاجتك بنظافه، وطبعا عارفه نظافتك طبعا في الحاجه. وشايفين الحاجه ما شاء الله اللهم بارك شكلها عامل ازاي، بجد تحفه جدا. مكون شوكولاته بس اللي احنا يعتبر غرمنا حقهم، لكن احنا عملنا عظمه في بيتنا. لو جالك ضيوف طبعا ممكن ان انت تقدمي منه في عيد ميلاد، ممكن ان انت تقدمي منه طبعا لاولادك كده عندهم امتحانات بقى طبعا ياخدوا معاهم مدرسه. بجد هو تحفه جدا. شايفين الشكل بجد روعه. ده اللي بالقرفه ده طلع بجد جبار، طلع جميل جدا جدا اللهم بارك. تعالى اوريكم بقى بقيت كده العجينه اللي اتفضلت. حطيتها في قلب صينيه كده برده ودخلتها الفرن وطلعت معانا بالجمال ده. طعمها تحفه، طريه جدا وهشه، بجد حاجه كده عظمه. شايفين شكلها عامل ازاي، حاجه جميله جدا جدا. وده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.